ايوه انا رجعت، انا يا حضرات اكبر متخاذل ممكن تشوفه في حياتك الحقيقه. القاضي امامكم، شاط الكوره وجول. القاضي امامكم شرمها. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب بس اعرفكم بنفسي، فانا كده بحب اجيب الزملكاويه الحلوين الطعام اللزاز اللي بيطلعوا على التلفزيون ونجيبهم ونمسخرهم هنا في الصفحه بتاعتنا الصغيره الجميله دي. ده اللي ما يعرفنيش او اللي مش فاكرني، فاللي فاكرني انا بتاسف له، بقول له ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هبطل تخاذل الفتره الجايه. متابع كويس جدا 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 اللي بيحصل في السوشيال ميديا واللي بيحصل في التلفزيون. كنا زمان بنطلع على المسرح اخواتنا اشباه اللاعبين كده الزملكاويه المعتزلين، زي كابتن كذا وكابتن فلان وكابتن علان وكابتن مش عارف ايه. لكن الجديد كمان ان في طلعت كده شويه بني ادمين مش فاهم دول ايه بصراحه. هل دول كانوا لعيبه؟ يعني مين الانسه؟ انا مش عارفها بصراحه، لكن بتطلع وبقت موجوده وبقت ليها جماهيريه وبقت بتفتري على النادي الاهلي كالعاده، واشمعنى النادي الاهلي والنادي الاهلي كذا وكذا وكذا واحنا كذا وكذا وكذا. على التيك توك كمان ما في ناس كده على التيك توك انا مش فاهم هم دول ايه بصراحه. في لاعب معتزل كان اسمه احمد مرغني حاجه زي كده، الواحد كان متعاطف معاه زمان قبل ما يعني سيادة المستشار يظبطه الحقيقة، والحقيقة ظبطه، بس عشان الراجل يرجع تاني يعمل محتوى، لان هو مفلس خالص كرويا ومفلس خالص حتى ان هو يشتغل في الناشئين او يشتغل في اي حاجة في اي حتة تخص كرة القدم. فطلع وعمل قنوات على السوشيال ميديا نفس السكة بيهاجم النادي الاهلي، ونفس السكة واحنا وهم. فظهرت كائنات تانية، الواحد ما كانش ملاحق على اشباه اللاعبين في نادي الزمالك المعتزلة او اللعيبة اللي النادي الاهلي لعب في اساسهم فراحوا نادي الزمالك وعملوا نفسهم ان هم حامي حماة نادي الزمالك. لا، كمان بقى في ناس تانية مش مفهومة، ناس تانية مش معروفة دول ايه، وليهم الحقيقة ناس سقف برضو زي الاولانيين، او يمكن هم نفس الناس بس بيروحوا هنا شوية وهنا شوية. فالواحد ما كانش ملاحق الحقيقة، مش عارف اعمل ايه والله بجد، مش عارف اعمل ايه. بس انا احب قوي ان الفيديو الجاي مع الناس دي ابتدي بكابتن احمد المرغني، لما كان الراجل ده بيلعب وعامل مشكله مع السيادة المستشار. انا شخصيا كنت متعاطف معاه جدا جدا، لكن عمل ايه هو في حياته بعد كده علشان اكمل تعاطفه معاه؟ بقى مدرب، بقى مساعد مدرب، بقى بيدرب في الدرجة التانية مثلا، بيعمل حاجة. يا اخي ده اسامة حسن، اللي هو اسامة حسن يعني ملك الليلة وملك المسرح عندنا، ده كان مدرب في مدرسة الكورة في نادي الزمالك في يوم من الايام. يعني هو بيشتغل على نفسه حتى، انما انت مفيش خالص، ما جيتش خالص، غير بس ان كانت سيادة المستشار عمل معاك السليمة واحنا تعاطفنا معاك. فلما تظهر عشان انت مفلس ومحتاج تعمل حاجة في حياتك، فبتظهر فبتشتم برضه وبتهاجم النادي الاهلي بدون اي شكل بدون اي دليل وبدون اي حاجة، زيك زي بقية القطيع. فتعالى نبتدي باحمد المرغني الفيديو الجاي.